جبت ولد واحد وربنا اختاره. لكن أنا أسرى أم في العالم بعدد الأبناء. لا يعني السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن أيقونة من أيقونات الزمن الجميل، جسد نحيل ووجه هادي ونبرة صوت مليئة بالحنية، الفنانة عزيزة حلمي التي اشتهرت في السينما المصرية بدور الأم، واشتهرت بلقب ماما عزيزة بين أبناء الوسط الفني. ولدت عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية. مشوارها الفني بدأ في سن مبكر من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد. قدموها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دور في فيلم قبلني يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946. وتزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني، وأنجبت منه ابنها الوحيد. وذات يوم فقدت عزيزة ابنها وتوفى بسبب وعكة صحية شديدة. واشتهرت الفنانة عزيزة حلمي في معظم أفلامها بتجسيد دور الأم، ومن أشهر أفلامها ظلموني الناس وحماتي قنبلة ذرية وسيدة القطار والملاك الظالم والوسادة الخالية وشاطئ الأسرار. أغلب أدوارها كانت مثالا واضحا للأم التي تعيش في حالة فقر، ولكن على الرغم من ذلك تسعى لتربية أبنائها وتعليمهم القيم والمبادئ رغم ما تمر به من ظروف قاسية. كما عملت عزيزة حلمي في الإذاعة مع محمد محمود شعبان بابا شارو في برنامج عذراء الربيع. ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل عائلة مرزوق أفندي الذي قدمته الإذاعة على مدى سنوات طويلة. ومن أشهر أعمالها في التلفزيون مسلسل القاهرة والناس ودموع في عيون وقحة ورأفة الهجان. وفي آخر لقاء للفنانة عزيزة حلمي في برنامج شموع مع الإعلامية سهام صبري قالت إنها فقدت ابنها الوحيد، ولكنها أسرى أم في العالم بعدد الأبناء. وعن لقائها بالكاتب علي الزرقاني قالت: تعرفت عليه في المعهد ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال ما عدا فيلم المراهقات الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة مجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى. وقالت عزيزة أنها شاركت في فيلم أيامنا الحلوة وجسدت دور امرأة مجنونة. طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسأل عن القطة في الشارع. وفي 65 من عمرها في 18 أبريل 1994 عادت عزيزة حلمي من عملها بكامل حيويتها ودخلت لتنام، لكنها توفت خلال نومها. رحم الله الفنانة عزيزة حلمي.